سلام. قصتنا كتبدا في 15 سبتمبر 2010 مع واحد الراجل سميتو غريك وعمره 55 سنه. دخل لواحد الفندق في امريكا سميتو إليغانتي، وكان كل مره في نهايه الاسبوع كيمشي لهاد لوطيل. داك النهار كان كل شيء عادي، ودخل الغرفه ديالو رقم 348. ملي كتدخل من الغرفه على اليمين ديالك كاينه واحد المرحاض وكاينه واحد الناموسيه، وفي اليسار كاينه واحد التلفازه. كيبقى الوقت كامل متكي كياكل وكيتفرج في شي حاجه وداير الكليمه في اقصى بروده ديالها. ركزوا لي على هاد الكليمه في اقصى البروده ديالها، وكانت الماكله كتجي حتى لعنده. ولكن الحاجه اللي نخليوها في بالنا هي ان غريك كيخلي الكليمه في اقصى بروده ديالها، حيت في ذاك الوقت كان الجو حار في تكساس. واتكى على الناموسيه وبدا كيقلب في التلفازه. وواحد الحاجه خصنا نعرفوها هو ان غريك كيكمي السيجاره بزاف، مدمن على التدخين. فبقى كيتكيف وكيقلب في التلفازه حتى طاح على واحد الفيلم ديال ايرون مان واتكى وبقى كيتفرج فيه وداز ديك الليله. فالغد ليه غريك كان كل صباح كيصوني على الزوجه ديالو سوزي، ولكن داك النهار ما صوناش وما عيطش. فمرته بقات كتعيط ليه ولكن حتى واحد ما كيجاوب. بقات كتحاول وكتعاود ولكن حتى واحد ما كيجاوب. عيطات على صحابو في الخدمه وقالوا ليها بلا غريك راه ما جاش اليوم للخدمه، وحنا راه غنمشيو للوطيل فين كيبات ونتاكدوا منه واش كاين تما ولا لا. مشاو للغرفه ديالو ودقوا عليه وما رد عليهم حتى واحد. جا واحد من الموظفين وبداو كيدقوا عليه بجد، ولكن حتى واحد ما كيجاوب وحتى واحد ما كيرد داخل الغرفه. فجاب الموظف السارو الثاني ديال الغرفه وفتح الباب. ففجأة لقاوه طايح في الأرض ومتبين أنه طاح على ركابيه. ومنين طاح على ركابيه من بعد طاح على وجهه وطاح في الأرض، وكان باقي شاد واحد السيجارة في يديه اليسرية. فعلى طول عيطوا الإسعاف وجاو معاهم الشرطة، وعلى رأس الشرطة كان المحقق سكوت أبل، واللي غيكون هو المحقق الرئيسي في هذه الحادثة. فخداو ليه تصاور وفحصوا الغرفة كاملة، والغرفة كانت مرتبة والباب ما كان لا مفرقع على والو، وما كتدلش على انه كاين شي شخص ثاني موجود في هذه الغرفه هذه. فقلبوا مزيان وما لقاو فيه لا اثار جروح لا دم لا والو. فبداو كيستجوبوا الموظفين وقالوا لهم بلا غريك بغى يطيب الذره ديال القليه في الفرن الكهربائي، وفجاه من شعل الفرن طاح الكهرباء على الغرف المجاوره وحتى الغرفه ديال غريك. فعيطوا للتريسيان وجاو صلح الامور، والامور كانت هي هذيك وكل شيء هو هذاك، يعني انه غريك كان باغي حي وراه ما تقطع الضوء. فبداو كيسولوا الناس المجاورين للغرفه، وخصوصا الغرفه اللي حداه 349 اللي كانوا فيها 3 ديال الرجاله، وبحيث سولوهم وقالوا لهم شنو شفتوا في ذاك الليله. فقالوا لهم ما شفنا والو من غير ان الضوء طاح. فحتى لدابا كيبان ان غريك مات موته طبيعيه. فخداو الجثه للطب الشرعي باش يديوها ويفحصوها ويقلبوا واش فري مات موته طبيعيه ولا مات مقتول. والطبيب كانت عنده واحد الفكره على ان غريك مات موته طبيعيه، حيت ما كاين حتى علامات كتدل على اثار الاعداء ولا اثار الضرب في الجسد ديال غريك. ولكن ملي بدا كيقلب مزيان لقى واحد الجرح صغير بسيط لقاه في المنطقه الحساسه. فملي تعمق في الفحص لقى كارثه في الجسم ديال غريك. الاعضاء ديال غريك مخربه بالكامل، وكانت الضربه شاده من المنطقه الحساسه واصله حتى للقلب. المصارن ديالو مهشمين والمعده مهشمه والضربه واصله حتى للقلب. فالطبيب كتب في التقرير ديالو ان هذه جريمه قتل وماشي موته طبيعيه، والسبب هو الضرب، واخا ان الجسد ديال غريك ما باينينش عليه علامات الضرب. فالمحقق بدا كيسول مره اخرى الموظفين ولكن ما وصل حتى نتيجه. فهنا المحقق سكوت ما لقى حتى دليل على هذه القضيه لمده 7 شهور وهو كيبحث فيها، ولكن راه ما لقى حتى خيط اللي يوصل ليه القاتل ولا مرتكب هذه الجريمه هذه. فالزوجه ديال غريك قررت باش انها تستاجر محقق جديد اللي حقق لها في هذه القضيه واللي كان سميتو كين برينار، وكان من اشهر المحققين وحل قضايا معقده بزاف في ذاك الوقت. ففاش سمع المحقق كين على هذه القضيه جذباته وقرر باش يخدم فيها. فبقى كيبحث مع الزوجه ديال غريك وكيسولها شي اسئله. فقالت لي ان من بعد ما لقوه مات كانت الغرفه ديالو سخونه بزاف، وهذا الشيء ماشي من عادة غريك موالف ديما كيخدم الكليمه في اقصى البروده ديالها. ولكن فاش لقاو الجثه ديالو الغرفه كانت حاره والكليمه كانت مطفيه. فمن بعد مشى لمسرح الجريمه وتلاقى مع المحقق ابل اللي كان شاد القضيه وتفاهموا ما بيناتهم دغيا. فدخل المحقق للغرفه وبدا كيفحص فيها، وفجاه عيط على مرات غريك وسولها وقال لها واش غريك كيكمي بيديه اليسريه. فهي قالت ليه لا كيكمي باليمنى. فقال ليه المحقق ابل حنا لقينا السيجاره في يديه اليسرى ولكن ما شكينا في شي حاجه وما ظنيناش ان هذا الدليل غيكون شي دليل ولا شي لعيبه.
فقال ليه المحقق كين انا راه خططت دابا لاحداث الجريمه في عقلي وخططت لكاع الرموز، ومنين اكتشفت الغرفه وشفت شنو داير وشنو كاين هنايا خططت للجريمه كيفاش طرات وراه دابا في عقلي. فجاوبوا المحقق ابل وقال ليه يلا قول لي وريني شنو عندك. فقال ليه من بعد ما كانت الكلمه في اقصى البروده ديالها غريك بغا يقاد الفشار القليه ديال الذره وبغا يقادها في الفرن الكهربائي. فمن بعد تقطع الضوء وجات تريسيان وقاد الضوء، ولكن الكليمه ما غترجعش تخدم في اقصى بروده اوتوماتيكمون، يعني غتبقى الكليمه سخونه وغتولي الغرفه سخونه. فغريك غيلاحظ السخونيه وغيمشي باش يبرد الكليمه، ولكن فاش مات لقيتو الغرفه سخونه. يعني غريك مات مور ما تقطع الضوء، يعني تقطع الضوء وراها غريك مات. وناض بغى يحل الباب بيديه اليمنى فغير السيجاره من يديه اليمنى يديه اليسرى، ومن بعد ما وصلت للباب وطاح على ركابيه وطاح تما على وجهه ومات. وزادوا شي نويطات وقال لي واش شفتي معاك هذا الاثر هذا اللي كاين حدا الباب؟ فجاوبوا المحقق ابل وقال لي يقدر يكون غير الاثر ديال المقبض ديال الباب ملي كيضرب مع الحيط، ولكن الاثر كان بعيد على المقبض بواحد شويه. فجاب واحد القلم ودخلوا في ذاك الثقب ودخل حتى للداخل، ولكن هما كانوا ظنينها غير شي حريده ولا شي لعيبه، ما ظنوش بلا انها كاينه ثقبه تما. فكانوا خاصهم ضروري يشوفوا الغرفه المجاوره منين يخرج القلم، الغرفه رقم 349. ففي الجهه الثانيه الثقب ما كانش باين، كان واحد الاطراس ابيض. والمحقق كان جاب داك يحك فيه بصبعه، بدا يحك فيه حتى مشى وبان الثقب. فهنا المحقق ابل كان مصدوم ومذهول من الاكتشافات اللي اكتشفها المحقق كين. فسولوا على شكون كان في هذه الغرفه هذه، فقال لي كانوا واحد 3 رجاله وسولناهم. فقال لي عاودوا عيطوا ليهم نستجوبوهم مره اخرى. فقال ليه محتاج واحد الليزر، فجابوا لي داك الليزر وضوى به في الثقب. والمفاجاه ان الليزر ضرب في الساريه ديريكت، يعني ضرب في البلاصه اللي كان متكي فيها غريك. فهنا ربط كاع الخيوط اللي لقى من مسرح الجريمه للتحليل الطبي، حيث الضربه كانت من المنطقه الحساسه وواصله حتى للقلب، وربط هذا الشيء كامل واستنتج واحد النتيجه. فهنا ما كان عند المحققين حتى شك على ان غريك مات برصاصه اللي اخترقت الجدار ودخلت من المنطقه الحساسه ووصلت حتى للقلب، وغريك قاعد كيتفرج في التلفازه. وقالوا باللي ان الفاعل واحد من هاد الاشخاص الثلاث. فهاد المره عيطوا ليهم وقربوا يستجوبوهم، ولكن هاد المره كل واحد وبوحده. فعيطوا على تيم، وتيم كان مصر على انه ما شافوا والو وما وقع والو في ذاك النهار. فمن بعد وقع على واحد الورقه وقسم انه هذا الشيء اللي شاف وانه ما طرا والو. فتيم سحب ليه صافي سالت القصه وغيمشي بحاله. فجاوبوا المحقق وقال لهم في راسك انت بالله وقعتي على واحد الهضره كاذبه وتقدر تمشي للحبس من دابا. فهنا هضر المحقق ابل وقال لي احنا راه عارفين كل شيء وعارفين اشنو طرا، فعاود لينا الحقيقه لا بغيتي نتساهلوا معاك، وحنا عارفينك انت باغي تغطي على صاحبك. Now you got a problem. You just made a false police report, that's why. You want to go to jail for that? Tim, we know what happened. We know everything that happened down there. And I realize you're trying to be noble and protect a friend, but you're about to get your whole family in a bind, and it's not worth it. فهنا ضغطوا عليه ووركوا عليه مزيان وقال لهم تيم بنبرة انهزامية هذاك كان غير حادث. فقال لي في ديك الليلة جبنا الخمور ودخلنا للغرفة، دخلنا انا وصاحبي ومن بعد التحق علينا صاحبنا ترينت. صاحبنا ميولر كان عنده واحد المسدس طوموبيل ومشى وجابه وبقى كيلعب به وكيلوحو في السما وكيستعرض قدامهم. فجأة ضغط على الزناد والقرطاسة ضربت في الحيط. فقلنا ما طرا والو وتا حد ما تآذى. فجبنا معجون اسنان وغطينا به داك الثقب وراه بحال ما طرا والو، يعني تا واحد ما مات وتا واحد ما تآذى. حتى فقنا الغد ليه وسمعنا على ان الشخص اللي مات في الغرفة المجاورة، وسمعنا بان الموت كان موت طبيعي، داكشي علاش ما هضرنا وما قلنا والو. فهنا القاضي حكم على ميولر ب10 سنوات من السجن، وجوج صحابو الاخرين ما حكموا عليهم بوالو حيت ما عندهم حتى يد في هذه الجريمه. فكيبان لي ان هذا الحكم هذا هو حكم خفيف، واخا ان الجريمه مجرد غلط ولكن راه حكم خفيف وتساهلوا معاه في هذه القضيه هذه. فما تنساوش تقولوا لي كيف جاكم المحقق كاين في التحريات ديالو في هذه القضيه، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو وتخليو معكم شي لايك وديروا زر الاشتراك وتهلاو.